اهلا، سنة جديدة سعيدة علينا كلنا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله 2024 تبقى يعني فيها حاجات كويسة بالنسبة لكم. ندخل في الموضوع، نعمل ايه في شهر يناير لو انا مش مرتاحة في وظيفتي، او اعمل ايه في شهر يناير لو انا مرتاحة في وظيفتي. مرحب، انا اسمي ميلودي عبدو، انا هنا اتحدث عن كل ما يخص رحلة البحث عن العمل، من حيث كتابة السي في، تحضير الانترفيو، التعامل مع المديرين، الحصول على الترقيات، الحاجات دي كلها، بحيث ان يعني ايه رحلة البحث عن العمل تبقى هاديه شويه. نبتدي اولا بلو انا الوظيفه اللي انا فيها مش عجباني اعمل ايه. فرصه والاداره لسه بتحدد السنه اللي احنا فيها دي هنعمل فيها ايه، يعني التارجتس لسه بتتحط، لسه بيحطوا الاهداف عامه عايزين يعملوا ايه وما يعملوش ايه. وضغط الشغل نسبيا قليل، فرصه ان انا اقعد مع نفسي كده وافهم انا اساسا مش عاجبني الشغل ده، ماشي، طب انا عايزه اعمل ايه بقى، يعني انا احب اشتغل ايه او ما احبش اشتغل ايه، ومهاراتي اللي عندي دي تخليني اعرف اشتغل في ايه تاني من غير الحتة اللي مش عجباني دي. وطبعا بعد ما اعرف انا عايزه ايه اساسا، سواء ان انا بقى اروح شركه تانية او اترقى او اغير المجال خالص، ابتدي ان انا اجهز الادوات بتاعتي بحيث ان هي تخدم الهدف اللي انا عايزاه ده. اكتب السي في بتاعي بقى من اول وجديد كده، واحط الحاجات الكويسه اللي انا عملتها فيه بالهيستوري بتاعي واظبطه، وان انا اشوف اللينكدين بروفايل بتاعي وما شابه من الويب سايتس، سواء بقى وظف، بيت، انديد، اي حاجه من الحاجات دي يبقى ليا بريزنس عليها برضو كويس. فبعد ما اكون خلصت الادوات بتاعتي ابتدي فعلا ان انا اقدم، يعني استغل ان انا شويه في الشغل ما بروحش منه ميته من الارهاق بسبب ضغط العمل او الورك لود اللي فيه، ابتدي ان انا بقى اقعد اديكيت ساعه مثلا ولا ساعه ونص يوم بعد يوم، واقعد اقدم فعلا، بحيث انه على ما السوق ياخد المومنتوم بتاعه اكون انا كمان كسبت يعني مومنتوم معاه، فابتدي الاقي ريسبونس للابلكيشنز اللي انا كنت بعملها. لو عايزين طبعا احضر السي في بتاعي ازاي، اعمل ايه، اتصرف ازاي في الحاجات دي كلها، بامكانكم انكم تشوفوا هذه الفيديوهات اللي هحطها هنا، هم موجودين على الشانل بتاعتي، عيشوا حياتكم فيها وان شاء الله يعني هيساعدوكم اعتقد يعني. طيب لو انا بقى الوظيفه عجباني، اعمل ايه في شهر يناير بحيث ان انا السنه دي اطلع منها مبسوطه برضه؟ اول حاجه واشوف انا عايزه ايه اصلا من مكاني هنا في الشركه، يعني هل انا مبسوطه تماما بحيث ان انا يعني مستقره في المكان، ولا انا عايزه مثلا كمان سنه او كمان سنه ونص اترقى، او عايزه انقل ديبارتمنتس او قطاعات او حاجه، اشوف انا عايزه ايه. تاني حاجة اعملها هو اني اقسم السنة بتاعتي اللي هي 2024 دي لكوارترز، بحيث انه يبقى عندي في كل كوارتر هدف معين اعمله يوصلني للحاجة اللي انا عايزاها اللي هي حددناها في الاول. ثالث حاجة يفضل ان انا اكتب الحاجات اللي انا عايزة اوصل لها والبلان بتاعتها ازاي اوصل لها برضو بالتايم فريم، يعني مثلا كوارتر 1 يجب عليا ان انا اكون محققة كذا وكذا وكذا، ومتعرفة على المديرين الفلانيين عشان انا مثلا عايزة اروح اشتغل معاهم في الديبارتمنت ده، او هيفتحوا ترقيات مثلا في اخر السنه فانا عايزه ادخل الويف دي. اكتبها بطريقه ظاهره قدامي، وكل شهر كده يعني اخد بصه عليها بعيني بحيث ان انا افضل فاكراها او مركزه فيها وفي ان انا احققها، يعني لان هي لو مش مكتوبه قدامي بطريقه واضحه، او لو بتفضلوا الورقه والقلم اوكي، بتفضلوا الموبايل يعني في النوتس براحتكم، ايا كان، المهم ان هي تبقى موجوده وانا ابص عليها، عشان غير كده مع ضغط الشغل ويعني دوشة الحياة عامة بننسى يعني لو انا المفروض طريقي كده، لا، ممكن انا الاقي نفسي مشيت كده شوية، فعلى ما ارجع اكون ضيعت حبة وقت. ليه؟ شكرا ليكم على وجودكم في هذا الفيديو، سعيدة جدا بيكم، ارجو ان هذا الفيديو كان يبقى مفيد بشكل ما. انا اسمي ميلودي عبدو، I post every day تقريبا، فسبسكرايب واستنوني بكرة بفيديو تاني. باي باي.